حول مباراة المنتخب العراقي مع المكسيك واللي جرت يوم أمس، وتحليلات على السريع للمباراة. مباراة المنتخب الوطني العراقي مع الإكوادور، الموعد والقنوات الناقلة، وتفاصيل أكثر حول المنتخبين من ناحية القيمة السوقية والتصنيف العالمي، ومؤشرات أكثر ودلالة هذه المؤشرات على مستوى المنتخبين. وأحمد زيرو مصاب في مباراة المنتخب العراقي والمكسيك، فما تفاصيل هذه الإصابة وكم المدة المتوقعة لغياب احمد زيرو؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، شلونكم؟ شخباركم؟ واهلا وسهلا بكم مقطع جديد. لا تنسون تحطوا لنا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه وتفعلون زر الجرس مشان توصلكم اخبار الكره العراقيه اول باول. ويلا نستمتع بالمقطع. انتهت مباراه العراق والمكسيك واللي جرت يوم امس بنتيجه كبيره وثقيله على المنتخب العراقي، نتيجه 4-0. صحيح وما ننكر انه الفوارق الفنيه كبيره بين المنتخب العراقي والمنتخب المكسيكي. طبعا هنا نحن نتكلم على الفوارق الفنيه على كل المستويات، ليس فقط على مستوى العناصر او الاشخاص، لا، على مستوى كل شيء، على مستوى العناصر والاشخاص والقيمه السوقيه للمنتخب والترتيب او التصنيف الدولي للمنتخب بالفيفا، والترتيب والتصنيف الدولي للدوري المكسيكي كقوه وكقيمه فنيه، وايضا ثقل الكادر الفني للمنتخبين. نحن نتكلم عن كل هذه الاشياء، لكن وعلى رغم كل هذا الشيء لازم نحن ما نحط ببالنا هاي الفوارق، فوارق كبيره صحيح، لكن ما لازم نحط ببالنا هاي الفرق، ما لازم نفوت بشخصية الضعيف على أرض الملعب، ما لازم نفوت ونلعب بتفكير المهزوز على أرض الملعب. ما ننسى انه فرق صغيرة عملت مفاجآت وصعدت على اكبر المستويات او على اكبر منصات التتويج. كرواتيا، منو متوقع كرواتيا توصل الى نهائي كأس العالم الماضي 2018؟ وصلت كرواتيا الى نهائي كأس العالم وفرضت اسمها بقوة. دوري الابطال 2018 ايضا نفس الشيء، اياكس امستردام عمل مفاجآت وصعد على نصف النهائي وخسر كثير من الفرق اللي ما كنا متوقعين ولو مجرد توقع انه يخسرهم اياكس. ليش؟ لانه ما فات بشخصية المهزوز. نحن صحيح انه بفوارق كبيرة بين المنتخب العراقي والمنتخب المكسيكي، لكن صراحة اللاعبين كانوا فايتين وحاطين ببالهم الخسارة، حاطين ببالهم انه اليوم راح نخسر. بما انه حاطين ببالهم اليوم راح نخسر، فمو بس راح يخسرون ويخرجون بنتيجة ثقيلة، وهذا اللي صار. 4-0 ولا هدف واحد ما قدرتم تجيبون. على كل نتمنى انه هاي الاخطاء ينتبه لها المدرب الاسباني كاساس، نتمنى انه يرممها او يعمل عليها، نتمنى انه يزرع القيمة المعنوية قبل ما يزرع القيمة الفنية باللاعبين. نروح على خبرنا الثاني واللي يخص مباراة المنتخب العراقي الاول ضد الاكوادور، وهي الودية الثانية للمنتخب العراقي، واللي راح تجري ان شاء الله يوم 12 الشهر اللي يصادف يوم السبت المقبل ان شاء الله. ايضا باسبانيا راح تكون هاي المباراة، راح تكون الساعة 8 بتوقيت العراق طبعا مساء، وراح تنقلها قناة الرابعة العراقية ايضا هاي المباراة. وكالعادة راح احط لكم رابط البث بالوصف واثبت لكم اياه ايضا باول تعليق، لكن مو الان، قبل نصف ساعة من المباراة. فوت على هذا المقطع راح تلاقي الرابط بالوصف وبأول تعليق. أما المؤشرات اللي تخص هاي المباراة، فالمنتخب الإكوادوري يقع في التصنيف 44، أما المنتخب العراقي يقع في التصنيف 70. طبعا الفرق أيضا موجود، لكن الفرق أقل وأصغر من الفرق ما بين المنتخب العراقي والمنتخب المكسيكي، لأن المنتخب المكسيكي كنا نعرف أنه يقع في المرتبة 19 بتصنيف الفيفا. لكن على كل حال فالفرق موجود، ومثل ما قلت قبل شوي لازم ما ننظر على هاي الفوارق وهاي الأرقام. أما القيمة السوقية للمنتخبين، فالمنتخب الإكوادوري يبلغ قيمته السوقية وقيمة لاعبينه السوقية 142 مليون يورو، أما المنتخب العراقي 15 مليون يورو. مؤشر آخر أيضا على أنه المباراة فيها فوارق فنية كبيرة بين جودة وخبرة الفريقين. بكل الأحوال نتمنى كل التوفيق للمنتخب العراقي، نتمنى فعلا أنه بالمباراة القادمة يصححون الأخطاء اللي صارت بمباراة المكسيك، نتمنى أنه يشتغلون عليها وما تنعاد هذا الارتباك والتخبط ما بين اللاعبين وعدم التفاهم والانسجام. نروح على خبرنا الأخير بهذا الفيديو، حيث تعرض اللاعب أحمد زيرو بإصابة بالعضلة الخلفية للقدم، وذلك في مباراة المكسيك والعراق، وهو الآن يتعالج في مدريد، ومن المتوقع أن يغيب أسبوعين للراحة والاستشفاء، وبالتالي أحمد زيرو خارج حسابات المنتخب العراقي بمباراة الإكوادور. نتمنى الشفاء العاجل للكابتن أحمد زيرو ولجميع اللاعبين المصابين. هذا كان فيديو اليوم، أتمنى تكونوا استفدتم واستمتعتم. لا تنسون اللايك والسبسكرايب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.